وقفنا في الجزء الأول لما الهراكن هجموا على الكوكب وبول وأمه قدروا يهربوا وراحوا للفريمن عشان يساعدوهم، وحصلت معركة بين بول وواحد من الفريمن، لكن بول هو اللي كسب القتال وبكده بقى رسميا واحد منهم. وبالنسبة للإمبراطور مش بيكون ليه أي ردة فعل، وإزاي يكون ليه ردة فعل أصلا وهو أصلا اللي بعت دوق وكل الشعب للهراكن. المهم نرجع لبول وأمه اللي بيكونوا مع الفريمن في الصحراء، في نفس الوقت ده بيهجم عليهم الهراكن، لكن الفريمن بيعرفوا يخفوا نفسهم كويس، وبرضه بول بيستخبى منهم هو وأمه لحد ما الهراكن بيكتشفوا إن الفريمن عاملين لهم فخ، وده عشان تيجي الدودة العملاقة وتاكلهم كلهم، وبيطلعوا على صخرة كبيرة. بس المفاجأة إن ده كله من تخطيط الفريمن، بيقدروا يخلصوا عليهم، وحتى بول بيتقاتل مع آخر واحد منهم وبيقدر يخلص عليه. لكن لسوء الحظ بيظهر واحد من وراه بيكون خلاص هيقتله، لكن أمه بتيجي من وراه بتخلص عليه بالصخرة دي. وبنشوف كمان الفريمن وهما بيخرجوا كل نقطة مية من الهراكن. من الناحية التانية بيكون قائد عملية استخراج التوابل، وهو نفسه قائد الجيش اللي اسمه ريان، بيكون بيتابع عملية استخراج التوابل، لكن المساعد بتاعه بيقول انهم لازم يسحبوا قواتهم من ارض الفريمن عشان هم كل اللي بيعملوه انهم بيخسروا رجالتهم. لكن ريان بيتعصب عليه وبيقول انهم لازم يخلصوا على شعب الفريمن كله. ولما بنرجع لبول بيكون ستيلجارد واخدهم للمكان اللي هم قاعدين فيه، لكن اللي بيكونوا هناك مش بيرحبوا بيهم خالص. ولما بيروح ستيلجارد لمجموعه من الفريمن بيتكلم معاهم على بول ان هو الشخص المختار اللي هيساعدهم انهم يخلوا ارضهم مليانه بالخضار، لكن كل اللي موجودين بيستهزئوا بكلامه. ولما بيصر عليهم بيقولوا له ان الصحراء هي اللي هتحدد ان كان هو المختار ولا لا. وبعد كده ستيلجارد بياخد ام بول وبيوديها لمكان تاني، وبيفهمها ان الام الكبيره بتاعتهم بتموت خلاص وعايزين ام ليهم، ولو هي نجحت في الاختبار هتكون ام ليهم، وساعتها بول هيكون واحد منهم برضه، واي اوامر هتقولها هيكون علينا التنفيذ. وبتعرف انها لو ما خدتش مكان امهم مش هيكونوا قدام الفريمن غير انهم يموتوهم، وده اللي بيخليها توافق. وبالفعل بتروح للأم الكبيرة وبتلمس وشها، وبعدها بتبتسم، وبيدوا الأم بول إزازة فيها مادة غريبة. لما بتسأل إيه ده بيقولوا لها إنه سم الدودة العملاقة، ولما بتشربه تبدأ تتألم جامد من السم. لكن فجأة الأم الكبيرة بتموت، وبتورث أم بول كل قوتها، وبتقدر تعرف الماضي كله، وأول ما بتنجح في الاختبار بتتحول عينيها للون الأزرق. وبعد شويه بنعرف ان في قبيلتين من الفريمن، قبيله الجنوب وهي دي اللي بتامن بقصه ان في مختار هيجي لهم، لكن بتوع الشمال بيكونوا مش مصدقين الخرافات دي، وبول بيوافقهم الراي انه مش الشخص اللي هم مستنيينه. المهم بعد كده بول بيروح مع السيلجارد والباقي عشان يدمروا آلات استخراج التوابل، وبيبدا يتعلم كل اساليبهم، وهو بيتعلم بسرعه. في نفس الوقت اللي هم فيه بيبدا بول يتعلق بتشاني، وبيبان عليهم هما الاثنين انهم وقعوا في حب بعض. ولما بنروح لريان بيكون قدام زعيم الهراكن وبيتعصب عليهم لانه مش قادر يخلص على الفريمن، وبيقول له انه لو ما خلصش عليهم هيقيلوا من المنصب بتاعه. في نفس الوقت ده بيكون بول بيحلم ان في حرب مدمره هتقوم في الكون كله، وهو اللي هيكون السبب فيها. لكن بعد ما بيصحى من النوم بيكون جه الدور عليه انه يركب واحده من الديدان العملاقه، ولما بيستعد عشان يستدعي دوده بيستدعي دوده اضخم من اي دوده شافوها قبل كده، وده اللي بيثبت ان بول هو المنتظر. تبدا تنتشر اخبار على حجم الدوده اللي استدعاها بول، وده اللي بيخلي كل الفريمن يصدقوا ان هو المنتظر. ولما بول بيرجع لامه بتقول له انها محتاجه يجي معاها في الجنوب، كان هو بيقول لها انه لو راح الجنوب هتقوم حرب مدمره، وهو مش عايز كده، مش بيرضى يروح معاها، لكن هي بتروح للجنوب لانها عندها خطه عايزه تنفذها. ولما بيروح للامبراطور بيكون قاعد مع بنته بيسالها ايه العمل، بيقترح عليها انهم يقتلوا المنتظر، لكن هي بتقول ان ساعتها الديانه بتاعتهم هتقوى اكتر، لكن لو سبت الحرب دايره بين الهراكن والفريمن وتروح انت تنقذهم في الاخر هتبان على انك المنقذ بتاعهم، وبيقتنع بكلامها. وبعدها بنت الامبراطور بتروح للام المبجله اللي شفناها في الجزء الاول، ولما الاميره بتسالها لو هي اللي نصحت ابوها انهم يخلصوا من شعب الاتريدس تقول لها ايوه، وبتقول لها كمان ان العائلات الكبرى لو عرفت ان ابوك اللي عمل كده هيخسر العرش. بعد كده بنروح نتعرف على واحد اسمه فيد من الهراكن، وبيكون ابن اخو زعيم الهراكن، بيعملوا له حفله عيد ميلاد وبيخلوه يقاتل اخر 3 رجاله من شعب اتريدس، بيكون فيهم 2 متخدرين وواحد بس هو اللي فايق. بيكون الزعيم هو اللي عامل ده عشان يشوف قوته، لكن فيد بيقدر يخلص عليه بعد قتال قوي بينهم. ولما فيد بيروح للزعيم وبيتعصب عليه بيقول له انت كنت بتحاول تخلص عليا، لكن الزعيم بيقول له انه شايل له مكافأة كبيرة وهي كوكب اركس، وبيقول له انه عايز يخلص على كل الفريمن اللي هناك، وبيديله قيادة الجيش، وبعدها بيمشي من المكان. لكن بيلاحظ ان في واحدة بتمشي وراه، وفي اللحظة دي بيكون وراها وبيهددها لو اتحركت هيقتلها، فبتقول له انها من الساحرات، وبتختبره بنفس الاختبار اللي عدى بيه بول. بتروح للام المبجله بتقول لها على نقاط ضعفه،
وبتعرف كمان ان شخصيته مجنونه لكنهم بيقدروا يسيطروا عليه، وبنعرف منهم ان فيد هو اللي قتل امه عشان كده كانوا بيقولوا عليه مجنون. بننتقل لمشهد تاني مع عمال شغالين في استخراج التوابل، بيكون من ضمنهم جندي ذكي بيلاحظ الرمال اللي قدامه بتتحرك. بالفعل بيكون هجوم من الفريمن على الآلات، لكن بول بيكتشف ان جندي من الجنود دول هو جيرني، وبيكون ما ماتش في الهجوم اللي عملته الكراكن، وبيعرف بول انه رجع عشان ينتقم من اللي عملوه فيه. بيفضلوا يتكلموا شويه لحد ما جيرني بيقول له انه يقدر يهجم على الهراكن لانه معاه الاسلحه بتاعه عيلته، وهي عباره عن اسلحه نوويه. نعرف من بول انه معاه 200 راجل من الفريمن، ولما بيسمع جيرني العدد ده بينبهر وبيقول له انت عارف بعدد زي ده تقدر تعمل ايه؟ وفي تاني يوم بيروح بول وستيلجارد وتشاني وجيرني للمكان اللي بيكون ابوه مخبي فيه الاسلحه النوويه، وبيكون في مكان محدش يتوقعه خالص. ولما بنروح لأم بول بتكون وصلت لفريمن اللي قاعدين في الجنوب، وبتتقابل مع واحدة متخصصة في استخراج السموم من صغار الديدان العملاقة، وبتقول لها إن في شاب هيجي هنا بعد أسبوع، ولما يطلب إنه يشرب السم ده اديهوله، ولما بترفض إنها تعمل كده بتستخدم سحرها عشان تنفذ أوامرها. ومن الناحية التانية في القصر بيقتحم فيد القصر وبيخلي أخوه يركع قدامه ويبوس رجله، وبيعرفوا إنه بقى رئيس الجيش، وبالفعل بيقدر ينجز مهمة من أهم المهمات اللي اتوكلت ليه، وهي إنه يخلص من الفريمن تماما، وبيقدر يوصل للمخبأ بتاع فريمن الشمال. ده اللي بيخلي الفريمن يعملوا اجتماع طارئ، فالاجتماع ده بيكون قادة الفريمن هم بس اللي بيكونوا مسموح ليهم إنهم يتكلموا، وده اللي بيخلي ستيلجارد يطلب من بول إنهم يتقاتلوا عشان يخلص عليه ويبقى هو اللي هيتكلم، لكنه مش بيرضى يعمل حاجة زي كده. بيقول لهم إنه مش هيروح معاهم للجنوب، بس هيستنى هنا عشان يتصدى للهراكن. بيروح يقعد مع نفسه شوية وبتجيله الأحلام تاني، وبتقوله إنه لازم يروح يشرب من السم عشان يقدر يشوف المستقبل كله، وساعتها هيقدر يشوف المستقبل كله مش حتت منه. وبتروح تشاني عشان تحاول تقنعه إنه يجي معاهم، وبالفعل بيقتنع وبيروح معاهم. وبعد شوية بتجيله الأحلام دي تاني مع أخته، وهي بتقوله إن دلوقتي هيعرف حقيقة عيلتهم، وده اللي هيضايقك جدا. وأول ما بيوصل بول بيطلب إنه يشرب من السم، وبيفضل يصارع مع الموت لحد ما بتوصل لتشاني وبتاخد حتة من السم وتخلطها مع دموعها، فبيقوم، واول ما بيقوم بتضربه بالقلم لانها مش عايزه تخسره. بعد ما خلاص بول بيفوق بيسترجع قوته، بيكشف لنا سر مهم جدا، وهو ان امه هي بنت زعيم الهراكن، بس هي بتقول له انها ما عرفتش الحقيقه دي غير لما شربت من السم ده، لان ذكريات الام الكبيره بتاعه الفريمن نقلت ذكرياتها ليها، وده اللي خلاها تعرف معلومه زي دي. المهم بيتجمع الفريمن من نواحي الكوكب، ولما بيوصل بول وبيتكلم بيتضايق كل الموجودين لان القاده هما بس اللي مسموح لهم الكلام. كان هو بيقول لهم ان مفيش اي حد منهم يقدر عليه، وده اللي بيعصب كل الفريمن منه. كانه بعدها بيبدا يقول لهم انه عارف ماضيهم كلهم وبيقول لهم عليه، ساعتها هم بيامنوا بيه ان هو الشخص المنتظر، وبيشجع كل الموجودين في المكان. بعدها بيبعت بول للامبراطور انه عايز يتحداه، وساعتها الامبراطور بيكتشف دلوقتي ان بول لسه عايش وما ماتش. وبالفعل بيجي الامبراطور لكوكب راكس، وبيروح لزعيم الهراكن بيساله يعرف ايه عن الفريمن، فبيقول له انهم مجانين. فبيرد عليه الملك وبيقول له ده كل اللي تعرفه؟ بيقول له ان الفريمن موجودين في الجنوب، وبيستغرب الزعيم لانه عارف ان الجنوب ده ارض صعبه حد يعيش فيها. نعرف ان زعيم الهراكن ذات نفسه ما كانش يعرف ان بول عايش ولسه ما ماتش. في نفس الوقت ده بيكون في عاصفه ضخمه هتضرب القصر، لكن الزعيم بيقول له ان الجبال هتحميهم، لكن اللي ما كانش حد منهم متوقعه ان بول وجيش الفريمن هيهجموا على المكان، وده غير ان بول بيكون مجهز خطه محكمه عشان يخلصوا على زعيم الهراكن. ومش بيهجم بالجيوش بس، لا ده بيهجم بالجيوش والديدان العملاقه والاسلحه النوويه. حرفيا الحرب بتكون انتهت قبل ما تبدا. وبالفعل بيقدر بول يدخل القصر بعد ما بيخلص على كل الحرس، وبيقتل جده اللي هو زعيم الهراكن. بعد كده بيطلب بول مبارزه مع الامبراطور، ساعتها فيد بيدخل وبيقول ان هو هيقاتل نيابه عن الامبراطور، وبيبدا القتال بينهم، وبيكون فيد هو اللي مسيطر على القتال في الاول، وده غير انه بيقدر يطعن بول في جنبه، لكن بول مش بيسيبه وبيخلص عليه. ولما بيروح للامبراطور عشان يخلص عليه بتقف بنته قدام بول وبتقول له انها موافقه تتجوزه، وهيكون العرش ليه لو سامح ابوها. وبالفعل بيوافق، لكن قبلها بيخليه يركع عشان يبوس ايده. من بعدها كل اللي في المكان بيركعوا ما عدا تشاني، وبتمشي وبتسيبه. كان بيكون باين عليها انها مش حابه اللي بيعمله بول، وبيجي جيرني وبيقول لبول ان العائلات الكبرى ما حدش منهم عايز يعترف ان هو الامبراطور الجديد. ساعتها بول بياخد قرار ان الحرب تبدا في الكون كله. في اخر الفيلم بنشوف تشاني وهي باين عليها انها عندها خطه عشان توقف الدمار اللي هيحصل، وبس كده يكون الفيلم بتاعنا خلص. واول ما ينزل الجزء الثالث هنلخصه لكم في اسرع وقت.